بكم أعزائي المشاهدين مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة معنا في برنامجنا حصر التيطري في موسمه الثاني. موضوعنا لنا اليوم الجمعيات الخيرية، وبالضبط حطينا الرحال في جمعية أفاق لبلدية وزرة. خلونا نشوفوهم وش كان فطور، وش كان برنامج، كيفية الاستقبال، أوقات الإفطار وجميع البرنامج. تابعوا معنا دوك نولي بكم. وجبة تاع اليوم من السادس من شهر رمضان، عندنا شوربة فريك باللحم الخروف، وعندنا شتيت حمثوم. يسمى اقول راه كلش واجد، مازال الامور يعني خفيفه مليح، خدمه تاع اورداف اللي مازال والبوراك هذو اللي مازالوا، هذوك من بعد الخدمه تاعهم. ساهمنا في إفطار عبر السبيل. أنا اليوم جيت نعاونهم، جيت نعاون طباخين كش ما يستحقوا، نجيبوا لهم الماء، نغسلوا لهم أواني المطبخ، ولكذلك عاونتهم في موقع الإفطار. وعدنا طريق السيار رانا نروحوا نوزعوا المأكولات ثم. عندنا برنامج خاص بإفطار الصائمين. كما راكم تشوفوا الآن رانا في موقع إفطار الصائمين اللي تقديم الوجبات على الطاولة. عندنا برنامج شهر رمضان فيه يعني 3 محاور. محور خاص بتقديم الوجبات على الطاولة كما رانا نشوفوا، عندنا محور خاص بتقديم الوجبات بطريق السيار شمال جنوب بنقطة بن شكاو، بالإضافة إلى المحور الثالث اللي هو تقديم الوجبات إلى العائلات المعوزة والمتضررة. عندنا في العملية تاعنا هذه يشارك معنا أطباء، يشارك معنا ممرضين، طلبة جامعيين، متطوعين، طلبة المعاهد، طلبة مراكز التكوين المهني، كذلك يعني العديد من الفعاليات تشارك معنا الأئمة كذلك، يعني في هذه المبادرة وين الحمد لله شاهدنا استحسان وتقرب كبير من الشباب، ويعني اقتراب يعني عدد كبير من المتطوعين. بالإضافة إلى نشكر المحسنين جزاهم الله ألف خير اللي راهم يساهموا معنا في هذه العملية التضامنية في توفير الوجبات، وإن شاء الله تكون يدخلوا كامل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. وندعو الله عز وجل أن يوفقنا وكذلك يوفق كل الشباب كل المتطوعين. نقول لكم صحة فطوركم ورمضان كريم، وأنا نخليكم على الفريق العام. إذا راهي 7 و2 دقائق رانا في طريق شمال جنوب، مع مازلنا متواصلين مع المبادرة هذه مع جمعية آفاق. كما راكم تشوفوا رانا نوصلوا لهم في الإفطار العابر السبيل، وهذه هي راهو قريب يأذن. صح فطوركم. نحن الآن مع انتهاء برنامج إفطار عبر السبيل لنهار اليوم، حيث تم تقديم 800 وجبة. 80 وجبة كانت بمخيم الإفطار ببلدية وزرة، 120 وجبة كانت عبر الطريق بدائرة بن شكاو، و100 وجبة لمختلف العائلات. وإن شاء الله نكون كفينا ووفينا ولو بالقليل، وقليل الخير كثيره. والحمد لله، ومازال الخير قادم إن شاء الله في قادم الأيام، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. فإن شاء الله في قادم المواعيد راح يكون قادم أفضل.
شكرا لكم. رسالة نوجهها كما شفتوا اليوم متحدث خونا رمزي حول حصيلة اليوم. هذا كان يوم كامل مع جمعية آفاق. اللي حاب يساهم معنا خلوا لكم رقم الهاتف تاعنا اللي هو 07 74 20 27 66 07 74 20 27 66 ولا عن طريق الصفحة الرسمية. تواصل معنا عن طريق صفحتنا الرسمية للجمعية اللي هي الصفحة الرسمية لجمعية آفاق لبلدية وزراء ولاية المدية. ونتمنى ان شاء الله ربي يقدرنا واياكم الخير. رمضان كريم وصحة فطوركم. اذا مشاهدينا الكرام لكل بدايه النهايه وفي الحلقه النهايه حلقتنا نهار اليوم حلقه ماشي كالعاده حلقه سبيسيال. اذا كما قال رئيس جمعيه الافاق حوالي 600 شخص 600 مواطن جزائري فطرناهم اليوم. الله يثبت الاجر واللي حاب يعاونهم نخلي لكم الرقم اسفل الشاشه ونلتقي في حلقات اخرى ان شاء الله وشكرا لكم. سلام.